هلو هلو، اخباركم ايه؟ وحشتوني كتير. يلا نعمل مع بعض النهارده سبونج كيك. نعمله بطريقه كده سهله وسريعه، ما بتاخدش خالص معانا وقت، وكمان هش كده وجميل زي بتاع المحلات. لا صدقوني، احلى كمان من بتاع المحلات. هنعمل مع بعض النهارده سبونج كيك في قالب السويس رول او في صاج السويس رول. هنعمل مقادير ال 40 في 60، الصاج اللي مقاسه 40 في 60. كمان لو محتاجين نعمل في قالب 30 في 40 او هنعمل تورتايه مقاس 30 في 40، عادي خالص. بنقسم المقادير كل مكون على 2. يلا بسرعه نبدا بسم الله ونشوف هنبدا بايه مع بعض. هنحتاج مع بعض دقيق 360 جرام دقيق منخول كويس. نحتاج محسن جل 40 جرام. هنحتاج كمان معانا 8 جرام بيكنج باودر. محتاجين 10 بيضات، وطالما بيضات يبقى فانيليا. تمام. كمان معانا ميه، بالظبط 100 جرام ميه دافيه. والسكر 340 ميه دافيه، عشان بس لو احنا في البرد، دافيه اللي هي زي دمع العين، مش اكتر من كده. تمام. يلا بسرعه نعمل لايك وبسم الله ونبدا مع بعض نعمل السبونج كيك. اول حاجه هننزل بكل المقادير في العجان. لو مش عندنا عجان عادي خالص، هنحط برضو كل المقادير مع بعضها، بس هنستعمل مضرب الكهرباء. تمام. هنا نزلنا مع بعض بالدقيق والبيكنج باودر، ونزلنا حالا بالسكر، وبعد كده هننزل بالبيض. البيض زي ما هو، لا هنفصل صفار عن بياض ولا اي حاجه. وكمان الفانيليا. وهننزل بالمحسن الجل. محسن الجل بيجي عادي خالص من عند العطار او من عند مستلزمات الحلواني، موجود جدا. الميه يدوبك بس خليتها فتره زي دمع العين كده، عشان احنا دلوقتي في ديسمبر فالجو برد شويه، ف يعني عشان تعلي كده الدنيا معايا. ببدأ بقى بسم الله واشغل العجان في الاول على سرعة هادية، علشان الدقيق ما يبهدلش المكان. تمام. بعد كده برفع وبعلي السرعة تدريجي، بالظبط 7 دقايق مش اكتر من كده. 7 دقايق ل 10 دقايق خفق. شوفوا هنا بسم الله ما شاء الله عيلت ازاي. هكتب لكم ان شاء الله في صندوق الوصف او في الديسكريبشن ازاي لو حابين نعمل في فورمه او في صينيه 24 او صينيه مقاس 26، او حتى لو حابين نعمل صينيه مقاس 20. تمام. في وقت والسبونج بيتخفق هنا في العجان معايا، بكون دهنه كويس جدا الصاج اللي هدخل فيه الفرن او الصينيه، بدهنها زيت كويس، وكمان بحط ورقه زبده. ورقه زبده مهمه جدا. تمام. وبرده فوق ورقه الزبده لازم ادهنها كويس جدا من الزيت، علشان تبقى زي طبقه عازله معايا. وانا بقلب ان شاء الله السبونج مع بعض، هتشوفوا ازاي ان هو بيبقى عازل معانا وبيبقى سهل جدا. كمان هيساعدك اكتر لو انتي بتلفيه سويس رول. تمام. هنا خلاص خلصنا 12 دقيقه خفق، بنزل بيه كله في قلب الصاج وبساوي جدا. التسويه دي مهمه خالص، خدي وقتك فيها، خرجي الهواء واديه نعومه. وبصي لازم كل الجوانب تكون متساويه جدا. ليه؟ لان اللي هيدخل عليه الفرن يا بنات هيخرج بيه. بمعنى لو دخل معانا حالا الفرن الناحيه دي عاليه او الناحيه دي فيها الكيك اقل شويه، هتخرج بنفس الوضع، لان احنا حاطين محسن جل. ما تقلقوش خالص من ان ارتفاع الكيك كده تفتكروا انه يبقى عالي عن حافه الصينيه او عن حافه الصاج، فتفتكروا ان هو كده مثلا ممكن يعلى اكتر من كده. لا، لو هيعلى بالظبط ملي او 2 ملي كمان كده، خلاص ده هيطلع زي ما هو كده دلوقتي ان شاء الله من الفرن، وهتشوفوه حالا مع بعض. تمام. طبعا اول ما ببدا مش عايزه اقول لكم الفرن لازم يكون شغال على درجه حراره 180 بالظبط. هياخد معانا 7 دقايق في الفرن، يعني 10 دقايق او 11 دقيقه بالظبط في العجان، وبالظبط 7 دقايق في الفرن. 7 دقايق 8 دقايق لازم يكون انطفى عليه، وطبعا بتعملوا تيست قبلها. تمام. طب لو هنعمله بالمضرب الكهربي طبعا هياخد معانا وقت اكتر في الخفق من 10 دقايق. كده خلاص سويناه من كل الجوانب. بندخله على فرن ساخن 190 مثلا 180، لان هنا ارتفاعه وسمك الكيك قليل مش زي الكيك العادي، علشان ما ينشفش مننا. دي اهم ترك. تمام. بصوا هنا شكله معانا في الفرن ما شاء الله، شكله تحفه قوي.
هنا عملنا له تيست ولقينا ان هو كده خلاص من اكتر من زاويه، كده خلاص هو مش محتاج يقعد في الفرن اكتر من كده. شايفين هنا الملمس بتاعه، شوفوا قد ايه الملمس ناعم والمسام بتاعته ضيقه. كده احنا عملنا كيك سبونج هش وطري وناعم كده وجميل. وقت الاكل هتشوفوا هشاشه ما شفتوهاش في اي كيك اتعمل معاكم قبل كده بالنسبه للسبونج طبعا. هنا ما شاء الله مش محتاج، خلاص هو مستوي تماما. بنعمله تيست كده من اكتر من منطقه لان احنا معانا الصاج كبير مش مجرد صينيه. بصوا قد ايه طري بعد ما خرج معانا من الفرن، شوفوا قد ايه طري وهش وجميل. لو بتتابعونا لحد هنا اتمنى لايك وشير علشان يوصلكم كل جديد وعشان تشجعونا، وانتظرونا ان شاء الله في تقطيع الجاتوه وفي الحشوات، ونعمل حاجات حلوه كتير مع بعض الفتره الجايه. وهنعمل مع بعض ازاي نوصل لكريم شانتيه متماسك وسهل قوي. لايك وشير علشان ان شاء الله يوصلكم كل جديد في رعايه الله. مع السلامه، باي باي.